أنا جلست مع طيارين من دولة الكويت ومن دولة البحرين ومن دولة قطر ومن دولة الإمارات يقولون وصلنا السعودية في الليل ونحن لا نعرف لماذا، ما الهدف الذي نحن يعني حضرنا من أجله للسعودية. لم نعلم أننا سنشارك في حرب إلا بعد أن استلمنا أمر العمليات من القيادة المشتركة في قاعدة الملك سلمان الجوية، سابقا كانت قاعدة الرياض الجوية. إذن هذا العمل كان يخطط له، وكانت المملكة العربية السعودية على مستوى هذا الحدث، وجنبت الأمة الشر الكثير. الآن نعود إلى التفاصيل. هذه الحرب هي بعث للأمة وتحرير للأمة من جديد، حفظت للأمة استقلالها وكرامتها ومقدراتها، ومهما بذلنا في هذه الحرب من نفقات أو من تضحيات أو من شهداء لا يمكن أن تساوي أو تقف عقبة أمام ما سنحققه من أهداف كبيرة بإذن الله. نقول لماذا شنت عاصفة الحزم؟ شنت لنبقى أحرار، لنبقى مستقلين، حتى لا ندفع الجزية لإيران. والله ثم والله ثم والله لو سقطت عدن وأكمل الطوق الإيراني، إيران مستأجرة جزر من 20 سنة في إريتريا، وكانت تخطط لهذا اليوم، والله لو سقطت عدن لدفعنا الجزية. والله لن تخرج لك سفينة بترول من مضيق هرمز وباب المندب إلا تدفع جزية. وللأسف أنه يعني حسن النوايا والثقة حتى ببعض الأشقاء كان لدينا مرتفعا، ولكن الواقع كشف أننا وضعنا هذه الثقة في من لا يستحقها. وبالتالي عندما اكتشفت القيادة أن هذا الوضع بهذا السوء، بادرت بشن الحرب بمفردها، ومن لحق بها من الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي ومن الأردن ومن المغرب ومن مصر، ثم لحق السودان، ثم لحقت بعض الدول من ماليزيا وإندونيسيا. بالتالي نحن أطلقنا هذه الحرب حفاظاً على الأمن الاستراتيجي للعرب بشكل كامل، للأمة العربية بشكل كامل. الآن نقول الوضع الحالي، ميزان القوة بين المملكة العربية السعودية وبين إيران. حقيقة نقولها ولا نكشف سر، أنا رجل لدي خبرة عسكرية وأعمل في القطاع العسكري، لا يمكن أن أبوح بأسرار تدفع إيران مئات الملايين لتحصل عليها، ثم آتي أنا متطوعا وأقدمها لهم على طبق من ذهب. ولكن سأذكر ما يسمح الموقف العسكري بذكره، سأذكره. إيران ليس لديها قوة إطلاقا تواجه المملكة العربية السعودية إطلاقا. لا يوجد لديهم قوات جوية إطلاقا. لديهم بعض طائرات الفانتوم F4، وهذه شاركت فيها إسرائيل في الهجوم على مصر في 67 وعلى سوريا في 67. كانت تستخدم، اللي هي فانتوم F4، كانت مستخدمة من خمسينات القرن الماضي. لديهم مجموعة من طائرات لا يتجاوز عددها 20 طائرة من طراز F-14 توم كات. هذه طائرات أساسا بحرية أمريكية بيعت للشاه، وهذه طائرات لم تعد تعمل، أمريكا نسختها منذ سنوات. لديهم طائرات من طراز F-5. المملكة العربية السعودية أهدت هذه الطائرات، وزعتها هدية على بعض الدول العربية منذ 20 سنة، قدمناها هدية لأنها طائرات انتهى وقتها وانتهى عمرها الافتراضي. لديهم طائرات هليكوبتر، طائرات بحث وإنقاذ فقط، وليس لديهم طائرات مسلحة. طائرات نقل لا يوجد لديهم. يوجد لديهم عدد قليل لا يتجاوز 20 طائرة من طراز ميج 29، وهذه يسهل تدميرها أو إسقاطها في الأجواء الإيرانية. لديهم منظومة صواريخ أرض صحيح، وهي وصلوا إلى الآن سلسلة شهاب 3. شهاب 3 الذي يهددوننا به هو منظومة مستنسخة من سكود بي الروسي
الذي صنع في أعتقد 1954 أو 56، ثم سربت نسخة منه إلى كوريا الشمالية، ثم كوريا الشمالية سربته إلى إيران، وكذلك العراق حصل على نسخ من هذا الصاروخ. هذا الصاروخ نعم مداه قد يصل إلى 2000 كيلو، لكنه صاروخ أعمى غير موجه، والرأس الحربي المتفجر لا يتجاوز 500 كيلو جرام، لا يتجاوز 500 كيلو جرام، وبالتالي لن يكون مؤثر لو يطلقون على المملكة العربية السعودية آلاف الصواريخ، لأنها لن تصيب أهدافها. ولدينا منظومة الباتريوت تستطيع إسقاطه بأي منطقة في المملكة، وقد جربنا هذا، وأثبت الدفاع الجوي الملك السعودي أنه أفضل دفاع جوي في العالم، استطاع أن يسقط نسبة إلى عدد الصواريخ التي يسقطها. السلام ورحمة الله وبركاته. لا يوجد دفاع جوي في العالم اعترض وأسقط صواريخ بلستية مثل ما اعترض الدفاع الجوي السعودي. أسقطنا صواريخ صدام، والآن نسقط صواريخ الحوثي. بقي لديهم منظومة الاس 300 التي الجديدة سلمتهم روسيا بطارية واحدة، وهي دفاع جوي مدى تقريبا 200 كيلو. هذه المنظومة نستطيع تدميرها دون أن ندخل أجواء إيران، دون أن ندخل أجواء إيران. لماذا؟ لأنه لدينا صاروخ كروز اسمه ستورم شادو، وهذا منشور ومعلن، دخل في القوات الجوية قبل أقل من سنة. هذا الصاروخ مسافته 300 كيلو، إذن مجرد ما تقلع مقاتلة الإف 15 وهي فوق أجواء قاعدة الملك عبد العزيز الجوية، لا يحتاج حتى تتحرك إلى مياه الخليج، تطلق من فوق أجواء قاعدة الملك عبد العزيز. هذا الصاروخ ذكي وموجه، ويستطيع أن يتجنب موجات الرادار، وبالتالي سيحطم هذه البطارية. لديهم بطارية واحدة سيحطمها ويخرجها عن الخدمة مباشرة. ما يفرح أنه خلال الأسبوع القادم ستصل المملكة مقاتلات F-15 SAA. هذه المقاتلة لديها قدرة، طبعا هذه لا يوجد نظير لها في العالم، لأنها صممت خصيصا للسعودية، وهي تحمل تقنيات الF-35 المتسللة. هذه المقاتلة تستطيع قصف أي هدف في العالم، أي هدف في العالم، وليس في إيران، في العالم، أي هدف في العالم، وأؤكد على هذا. وما يفرح ويجعل السعودية دولة عظمى في هذه المنطقة أن هذه الصفقة تبعها صفقة أخرى ستقلب ميزان القوة في المنطقة رأسا على عقب. وأستغرب حقيقة أن الأمريكان وافقوا على بيع للسعودية، وهو صاروخ جديد اسمه سلام ER أو سلامر. هذا الصاروخ كروز ضد الأهداف المتحركة والثابتة، يستطيع أن يدمر أي هدف في مدى المقاتلات، ومدى مقاتلات الF-15 SA مدى مفتوح. تستطيع تقلع من الرياض وتصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية دون الهبوط بأي قاعدة جوية. هذه الإمكانية لا تملكها كثير من الدول، لا تملكها كثير من الدول. نحن لا نقول هذا الكلام مسجل، والمحاضرة مسجلة، لا نقول هذا الكلام من باب الدعاية، وإنما نقول حقائق. شبابنا وأبناؤنا وقواتنا المسلحة والحرس الوطني والداخلية والاستخبارات العامة والحرس الملكي أصبحوا يتعاملون مع أعقد التقنيات على مستوى العالم، أعقد التقنيات على مستوى العالم، ولديهم مبدأ يقاتلون من أجله. لديهم النصر أو الشهادة في سبيل الله، والنصر ليس لحزبية أو لعصبية أو لأهواء، النصر لنصر عقيدة الله سبحانه وتعالى. في المادة الأولى في النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية، وأعتقد في المادة الثالثة، أن النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية